وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ حلقتنا النهاردة، والحلقة المعجزة، والحلقة دي لكل الناس مش للمسلمين بس، لا ده للمسلمين وغير المسلمين، لأن الكلام اللي هتسمعه النهاردة فيها إعجاز. ورقم النهاردة هو الرقم المعجزة 8. ولما نيجي نتكلم على ال8 هنلاقيه يتكرر في القرآن الكريم 5 مرات في 4 سور. لما أقول 5 مرات في 4 سور معناها إن في سورة هيتكرر فيها مرتين. أنا هقول لك السورة اللي اتكرر فيها مرتين وأنت هات ال3. وتعرف 3 زائد 1 اتكرر فيها مرتين يبقى كده 5، وال5 هم 5 أركان الإسلام. طب تعالوا بقى نشوف إيه السورة التي كرر فيها 8 مرتين. هي سورة الحاقة. وسورة الحاقة ترتيبها في القرآن الكريم 69. احفظ الرقم ده كويس، 69. طب 69 خليك فاكر كويس، 69 9 زائد 6 بيساوي 15. طب احنا عندنا عدد أبواب النار 7، يبقى عدد أبواب الجنة كام؟ 8. طب هل ذكر في القرآن الكريم إن عدد أبواب الجنة 8؟ لم يأتي ولا آية في القرآن الكريم فيها ذكر لأن عدد أبواب الجنة 8. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الأحاديث وفي السنة أن عدد أبواب الجنة 8. طب ليه ربنا حجب عننا عدد أبواب الجنة؟ عشان تبقى مشتاق، عشان تعرفها يوم القيامة، عشان تعرفها يوم البعث لما تتعرض على ربنا وتتحاسب، تعرف إن عدد أبواب الجنة 8. ده سر من الأسرار الغيبية. ربنا قال لنا إن عدد أبواب النار 7، لكن عدد أبواب الجنة حجبوا عنك عشان تبقى مشتاق له، مشتاق إن أنت تدخل الجنة، مشتاق إن أنت تعمل الخير، مشتاق إن أنت تعبد ربنا عن حق، مشتاق إن أنت تبقى مسلم صح. طب تعالوا بقى نقول 5 في 8. 5 في 8 ب40، وهو عمر المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الرسالة وعندما نزل عليه الوحي. طيب لو خدنا 5 من 8 يتبقى كام؟ 3. طب ايه 3؟ ما انت بتركع مرة وبتسجد مرتين، وفي كل ركعة بتقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، وانت ساجد بتقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. طب تعال نشوف الجمال بقى. الجمال للي جاي كلمة اقرأ. أول كلمة نزلت في القرآن الكريم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. اقرأ في سورة العلق التي ترتيبها 96 ذكرت مرتين. طب المرة الثالثة بقى، لأن كلمة اقرأ لم تذكر في القرآن الكريم إلا 3 مرات، مرتين في سورة العلق ومرة في سورة الإسراء. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الآية في سورة الإسراء التي ترتيبها 17، والآية رقمها 14. يبقى عندنا سورة العلق كلمة اقرأ في الآية الأولى والآية الثالثة، وفي سورة الإسراء في الآية رقم 14. لو جمعتهم مع بعض تلاقيهم كام؟ 18. من ايدك اهي 18، ولو قلبتها تبقى كام؟
81 ميزان القرآن. إذن أنت مسلم بالفطرة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا مسلمين بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا جدال في ذلك. ما قاله الله وما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو حق. طب تعالوا نشوفوا بقى الأجمل من ده. 8 و5، 8 و5 نخليها 85. ايه ال85؟ الله على جمال 85 في الرقمنة بقى. الرقمنة في القرآن الكريم 85 لما تيجي تكتب كلمة الإسلام تلاقيها 85، تيجي تكتب الدين تلاقيها 85، تيجي تكتب الحياة تلاقيها 85. لا إله إلا الله. الإسلام، الدين، الحياة، 85. انت هتقولي ايه ال 85 ده يا دكتور محمد؟ هقول لك لما تيجي كده تحولها لكود، احنا بنتكلم على رقمنه، ان الالف ب1 والب ب2 والت ب3، وتحط الالف ب1 واللام ب23 والالف ب1 والسين ب12 واللام ب23 والالف ب1 والميم ب24، تجمعهم مع بعض. هات الآلة الحاسبة كده وراجع ورايا. ألف ب1، لام ب23، ألف تاني ب1، سين ب12، لام ب23، ألف ب1 وميم ب24، تلاقيها 85. طب خد اللي جاية بقى، الرقمنة. احنا في عصر الرقمنة وبنتكلم عن الرقمنة. سر الرقمنة هو رقم 8. كمبيوتر، حتة الشريحة الصغيرة اللي موجودة في الميزان اللي انت بتقف عليه، او الساعة بتاعة الماتش وانت بتتفرج عليها كده، هتلاقي بتعد 1 2 3 4 5 6 7 8 وزيرو منين؟ صح، برافو عليك، هي ال8. لما تيجي تقف كده على الميزان هتلاقي 8 و8. 8 و8 كلمة الصلاة. ألف لام صاد لام ألف ت مربوطة بتساوي 88. فوق واعرف إن الدين الإسلامي هو الدين الحق، وأن الإسلام هو الحق، وأن القرآن هو معجزة الله في الأرض، معجزة محمد، معجزة رسوله وحبيبه ومصطفاه. من صلى على النبي بقى، نوحد الله ونصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. سورة الحاقة أنا قلت لك تحفظ الرقم، رقمها 69 في القرآن الكريم، ترتيبها 69. طيب 6 و9 15، ولو عكست ال15 تلاقيها 51، وال51 17 في 3 هم ال17 ركعة، وال34 ايه؟ سجدة. طب ما تيجي بقى نشوف الجمال لل15. لما احنا نقول عدد أبواب النار 7، يبقى ناقصنا ال8. نيجي نشوف سورة النبأ، هنلاقيها السورة رقم 78 في القرآن الكريم، التي عدد آياتها 40. وال40 اهي عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ايه نزلت عليه الرسالة. 8 و7 عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وربنا حجب عنك أبواب الجنة اهو، ادي ال40 بتاعت عمر المصطفى، وادي ال7، يبقى فاضل ايه؟ ال8 بتاعت أبواب الجنة. سورة الأعلى رقمها عكس ال78، 87، عدد آياتها 19. لا إله إلا الله. 19 هو أول عدد ذكر في القرآن الكريم عليها
19 في سورة المدثر في الآية رقم 30. بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، وهنقول 19 لما نيجي على حلقة 19 إن شاء الله بإذن الله. طب ما تيجوا بقى نشوف حاجة جميلة كمان. محمد 4 حروف في الأرض، ومحمد حول عرش الرحمن مكتوب 4 حروف، يبقى كده 8. ونشوف الجمال كمان بقى بالإنجليزية، باللغة الإنجليزية MOHAMMED 8 حروف. طيب 8 حملة العرش 8 في سورة الحاقة. أظن كده 8 لغز محير، أساس الرقمنة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 حملة العرش. و19 هم 19 ملك حراس جهنم. وربنا لما يقول لك عدد أبواب النار 7 ويديك 19 عشان يقول لك إيه؟ اتعظ. كل رسول ونبي مبشر ومنذر، بينذرك خاف الله، اتق الله. طيب النهارده سورة الحاقة اللي ترتيبها 69 هتلاقي كلمتين. كلمة طين تساوي 69، وكلمة ملك تساوي 69. مش هعلق كتير عليها لأن هنقولها في حلقة لوحدها. النهاردة هنتكلم على المعلومة الطبية بتاعتنا اللي أنا قلت لكم عليها من امبارح، إن احنا هنعمل إيه؟ الضغطات الصدرية. والضغطات الصدرية اللي هنا النهاردة هقول لك تعرف مكان القلب إزاي. هترسم خط وهمي ما بين المناخير وتنزل بيه لغاية عظمة القص، وهترسم خط وهمي تاني ما بين حلمتين الصدر. الالتقاء بتاعهم يبقى حرف تي مقلوب، وحرف التي المقلوب تبقى واخد بالك منه كويس قوي. تي لو قسمتها 2 بتاعة الألف كده هتلاقي 2 و6، 2 و6. لو خدت الألف في النص من التي هتلاقيها ايه؟ 2 و6 و62 هي محمد. احسب في الآلة الحاسبة كده، ميم ح ميم دال، ميم 24، ح ب6، ميم ب24، دال ب8، 62 محمد صلى الله عليه وسلم. هتبدأ تحط ايدك كلوة ايدك وتشبكها وتعمل الضغطات الصدرية اللي هم كام؟ 30 ضغطة صدرية. وهنا الكلام اللي لازم تعرفه ان اهم حاجة تعرف مكان القلب، مكان ايدك هتحط ايدك فين عشان تعمل الضغطات الصدرية. لان انت لو ما عرفتش مكان القلب ولا كأنك عملت حاجة. في قاعدة في الطب عندنا كده بتقول ايه؟ No medicine without anatomy. بكرة نتقابل في الحلقة لأعظم رقم، والرقم العجيب، والرقم الغريب، والرقم الذي حير كل العلماء، هو رقم 9. أشوفكم على خير. ما تنساش
توحد الله وتصلي على رسول الله. لو الفيديو عجبك اعمل اشتراك في القناة ولايك واعمل شير في الخير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. شكرا وإلى اللقاء.